السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صحه جديده ان شاء الله يا ربي، كلشي هذاك الصحه النفسيه ديك كلشي تمام. في فيديو اليوم غادي نعطيكم مجموعه من النصائح اللي غادي تفيدكم في الدراسه ديالكم. متنساش انك دير واحد اللايك باش تشجع انه يوصل الفيديو لمجموعه من الناس والناس اللي محتاجين هذا الفيديو. وما تنساش كذلك تشارك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد ان شاء الله يا ربي، وباش تكبر كذلك العائله ديالنا. يلا نبداو على بركة الله. القراءة بذكاء. ماذا أقصد بالقراءة بذكاء؟ أقصد بها أنك عندما تقرأ درسك أو المادة التي ستدرسها حاول أن تقرأها بمنظورك الخاص. ماذا أقصد بمنظوري الخاص؟ أقصد أنك عند قراءة ذلك الدرس خذ حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة قراءة متأنية، وحدد الأشياء الأساسية في ذلك النص، واكتب على الهامش ملاحظاتك حول ذلك النص، الأشياء التي أثارت انتباهك، مع قيام بتلخيص ذلك الدرس إلى فقرات. ولا تنسى أن تقوم بطرح الأسئلة في ذلك النص، يعني كيف هذا وكيف هذا ولماذا إلى آخره. يعني أن تطرح أسئلة وأن تحاول الإجابة عليها، أولا لكي تضمن الفهم ولكي تستوعب ذلك الدرس أو ذلك النص إلى آخره. ولا تنسى أن تقوم بتسطير المفاهيم الأساسية بلون مغاير. ماذا؟ لكي تجعل عقلك يستوعب أن ذلك المفهوم أساسي يجب الاحتفاظ به، وكل مفهوم في ذلك الدرس حاول أن تطرح أسئلة وتحاول فهمه بشكل جيد. تدوين الملاحظات من بين أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها لكي تستوعب جيدا وتفهم دروسك بشكل جيد، أن تدون ملاحظاتك. عند القسم حاول أن تدون الملاحظات التي المثيرة للاهتمام التي يقولها الأستاذ، وحاول قدر الإمكان أنك لا تستصعب الأمور عليك في القسم، لأنه ليس لديك الوقت. وبعض الأفكار المهمة يعني التي يجب عليك أن تكتبها في ملاحظاتك لا تستصعب الأمور وتقوم بتزيين وكتابة بألوان. حاول أن تأخذ كتاب تكتب فيه ملاحظاتك سوى بقلم واحد. المهم أن تكتب تلك الملاحظات وحاول أن تكتبها بشكل منظم، حتى أنك لم تزينه، ولكن اكتبه بشكل منظم لكي تفهم خطك. هذا شيء أساسي، لأنك عندما تدون ملاحظاتك في آخر اليوم، يعني في آخر الفصل، ستقرأ تلك الملاحظات وستفهم. والملاحظات في القسم خصوصا التي يقولها الأستاذ ستنفعك كذلك في فهم الدرس بشكل جيد. البطاقات التعليمية. ماذا أقصد بها؟ مصطلح غريب ولكنه سيفيدك كثيرا، ومن أسرار أن تكون من الأوائل. وهي يجب عليك أن تأخذ ورق ملون مقوى أو أي ورق، المهم أن تأخذ النصيحة يعني بذكاء، أن تأخذ ورق وتكتب فيه تعاريف ومفاهيم ومصطلحات. تلك التعاريف والمفاهيم يجب عليك حفظها، يجب أن تكون في دماغك ويجب عليك أن تتذكرها. ومن بين أهم الأشياء أن تكتب مثلا سؤال قال لك الأستاذ أنه سيوجد في الامتحان، وأن تكتب الإجابة أو أسئلة وتكتب الإجابة. هذا سيساعدك كثيرا كثيرا، وأكررها. ماذا ستنفعك هذه البطاقات التعليمية؟ أولا ستكون سهلة في الحفظ، ستكون عملية، وسيساعدك كذلك في اختبار نفسك. تسأل سؤال تسأل مع نفسك ذلك السؤال الذي كتبته وتقوم بالإجابة، وتلك الإجابة ستتصفحها وتعرف هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة. هذا ما في الأمر. التدريب المستمر على حل التمارين. من بين أهم الأشياء التي يتصف بها الأوائل وهي قيام بالكثير من التمارين، خصوصا في المواد العلمية. يتطلب منا جهد كبير في حل ذلك التمرين. حاول بقدر الإمكان أن تأخذ من وقتك في اليوم ساعة وتحل تمرينين فقط.
هذا سيساعدك كذلك على تمرين عقلك إجابة على التمارين وكيفية حل ذلك التمرين. ستخطأ، حاول أن تخطأ. إذا أخطأت فهذا جيد، ستتعلم من ذلك الخطأ، ولا تقم بمراجعة الإجابة وأنت لم تقم بالإجابة عليه بنفسك. حاول بقدر الإمكان أن تقوم بالإجابة عليه، ثم تنظر إلى الإجابة، يعني إذا كانت لديك الإجابة ذلك التمرين. رسم خرائط ذهنية من بين أهم الأشياء التي يجب عليك اعتمادها في هذه السنة الدراسية، وهي الخرائط الذهنية. ستفيدك أولا في الفهم السريع وفي الاحتفاظ بالمعلومات. وإذا أردتم أن أقوم بفيديو خاص على الخرائط الذهنية وكيفية صنعها، وهناك مجموعة، وإذا أردتم تطبيقات خاصة إلى آخره في هذا الموضوع، قولوا لي، اكتبوا لي في التعاليق أننا نريد هذا الفيديو. تعليم الآخرين. ماذا سيفيدني تعليم الآخرين؟ أولا أن تكون قادرا على حفظ المعلومات يعني في عقلك، وأن تكون تلك المعلومة راسخة ومتماسكة ويكون الفهم بشكل جيد ولن تنسى تلك المعلومة. وكذلك مساعدة الآخرين. عند مساعدتك آخرين بشرح ذلك الدرس وصديقك الآخر يشرح ذلك الدرس الذي لم تفهمه، خصوصا إذا كنت تواجه صعوبة في الفهم، وخصوصا إذا كنت تفهم من عند صديقك أكثر من عند الأستاذ. قيام بمجموعات دراسية من بين أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها، ولكن بشرط. مجموعات دراسية، اختار بعناية مجموعة من الأصدقاء الذين سيكونون معك، يعني خصوصا معك في خضام هذه الرحلة الدراسية، خصوصا أن يكونوا أصدقاء يعني مهتمين بالدراسة وليس بدراسة 15 دقيقة له للباقي الوقت. تكرار المتباعد من أهم النصائح التي أعطيها، وهي جد فعالة. وإذا أردتم كذلك بشكل تفصيلي عن هذه النصيحة الدراسية قولوا في التعليق. التكرار المتباعد ماذا سيفيدكم؟ ستحتفظ بالمعلومات على المدى الطويل أولا، وستصبح قادرا على اغتنام وتنظيم وقتك بشكل فعال خصوصا في الدراسة. يعني بدلا من جمع وتراكم دروسك في حصة دراسية واحدة، حاول أن تقوم بتقسيم حصصك الدراسية على فترة أطول، وقم بمراجعة المواد على فترة متباعدة منتظمة. التدرب على الاختبار الذاتي من بين أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها، وهي أن تختبر نفسك، أن تقوم بجلب تمرين وتقوم بحله. أولا لتعرف يعني نقاط القوة لديك خلال ذلك الدرس، ما الشيء الذي فهمته وما الشيء الذي لم تفهمه إلى آخره، يعني نقاط قوة ونقاط الضعف. وهذا الشيء سيساعدك ذلك في معرفة طريقة الحل الجيد، وكذلك سيعزز فهمك وتكون يعني قادر على حل التمارين وحل واجباتك بشكل فعال وسريع. فترات الراحة والمكافآت شيء أساسي، وخليت هذه النصيحة إلى الآخر، لأن الراحة شيء أساسي يجب عليك أن تقوم به خلال رحلتك الدراسية لهذا العام. يعني تقرأ وترتاح، وأن تكافئ نفسك عند قيام مثلا بجلسة دراسية طويلة وأنجزت وكنت إنتاجي وفهمت على الأقل ذلك الدرس أو قمت بحل تمرين. يعني المهم أن تكافئ نفسك، هذا الشيء سيحفزك على الاستمرار في الدراسة، وستكون متحفزا على الدراسة إلى آخره. يعني سيكون لديك دوبامين خارق بعد الدراسة، لأنه يوجد لديك مكافأة عند النهاية. وهذا سيساعدك كذلك أنك عندما لن تكون متحفزا للدراسة ستدرس وستكافئ نفسك بعد ذلك.
هذه النصيحة الأخيرة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وأن يعجبكم هذه النصائح. هذه النصائح نابعة من القلب وكتبتها بنفسي. وإذا أردتم فيديوهات أخرى عن سلسلة العودة إلى الدراسة قولوا لي في التعليق، أو أي شيء تريدون القيام به في فيديوهات أخرى قولوا لي. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تفعلوا جرس التنبيهات كي تكبر عائلتنا. ولا تنسى أن تقوموا بالإعجاب بهذا الفيديو إذا أعجبتك النصائح، وقولوا لي في التعليق ما هي النصيحة التي أعجبتم بها، وإذا كانت كل النصائح قولوا لي كذلك. باي باي.